السلام عليكم، معكم أخوكم أبو رجال. بعطيكم شرح بس قبل ما أركب. هذا خزان الهواء. طبعا فيه حوالي 6 فتحات. سكرنا 4. سكرنا الفتحة هذه واللي فوق وثنتين الأخيرات. باقي اللي تحت هذا للموية عشان يطلع إذا امتلى ماء من كثافة الهواء كذا يمتلي موية، تفكه يطلع الهواء والماء بعدين تسكره بعد فترة. طبعا ما هو يمكن بفصل الشتاء كذا يمتلي ماء. هذا فتحة للي رايح للي. تم تركيب خزان الهواء. ثبتناه وتركيب الليات. طبعا البوري ما له مكان يضرب في خزان، فنغير مكانه، يعني نركبه هنا ولا نركبه برا خارج. اللي طبعا جاي من هنا داخل مع الجهة هذه. هذا هو من وراء البيس من هنا داخل جوا الغمارة مع الفتحة هذه، وجاي لهنا هنا. هذه الأسلاك جاي فيه قسام من هنا ثلاثي عشان فيه لي يروح للموتور وراء، واللي الثاني هذا هو عشان العداد أركبه هنا، عداد الهواء، عداد مع المفتاح هنا. هذا سلك المفتاح. ونجي للموتور. طبعا اللي هذا هو جاي من هنا داخل مع الجهة هذه من تحت القماش، وهذا هو جاي من هنا تحت هذا.
هذا المواطير ثبتها طبعا. وهذه الساعة اللي تكلمنا عنها قبل. وطبعا الموتور هذا الهواء يطلع من الموتور ما يرجع مرة ثانية، نظامه كذا يحبس عشان الهواء ما يرجع للموتور إذا متخزن. السلك جاي من هنا تحت، من الجهة هذه، لأن الفتحة اللي فوق الدبة مع الحرارة يمكن يذوب اللي، لكن من هنا لفينا عليه عازل ما يجي شيء. في قسام جوا هنا، جوا الاسطب في قسام زي ما تلاحظون. هذا للهواء اللي يركب من هنا، بركب له تثبيت من هنا يركب اللي، أصور لكم إن شاء الله. هذا الكهرب حقه، هذا الماص مركبه بالبعدي هنا، وهذا الكهرب جاي من المفتاح اللي داخل، هذا طرمبة الموية، وهذا اللي حق الهواء، هذا اللي حق الهواء بركبه هنا، وهنا طرمبة الموية. مرحبا شباب، رجعنا لكم. هذا مبير الضغط. طبعا في إضاءة داخلية علشان مع الاسطب يولع، وهذا المفتاح أطفي الآن تشوفون الإضاءة الداخلية. هذه اللي فوق تشتغل مع الموتور. يعني أتمنى تكون باينة شوي بالتصوير. وهذا الشكل النهائي. طبعا هذا حق طرمبة الموية، ولها شرح فيديو سابقا موجودة بنفس القناة. وهذا حق الهواء، تركب اللي هنا. الحين بشغل عشان تشوفون المقطع. طبعا قبل تشغل الموتور لازم تشغل السيارة عشان يزود الكهرب، عشان يعبي أسرع. بصور لكم المواطير وراه. طبعا المكان هنا أحسن، أفضل مكان، لا يجي على غبار ولا موية ولا شيء. يعني أفضل من إني أحطه داخل الكبوت، تجي حرارة الماكينة ويحتمي. الآن طفى الموتور على 120 أو أقل من 120. الموتور طافي عشان الهواء مليان. بذكر بشيء، لازم تكون حذر تركيب الليات، لأنه لو ينفجر خطير مرة. على الضغط هذا بالمرة خطير، يعني لازم تكون تربط الليات بشكل صحيح، تتأكد ما في تسرب هواء. لو في تسرب هواء بدأ ينقص، لكن الحين ثابت يعني الحمد لله. نجرب الحين نعبي الهواء. هذا اللي من شركة ARB هنا واضح، شركة ARB الأسترالية. هذا الهوز، وهذا تقدر تفكه وتركب مسدس الهواء إذا كنت بتفك العجلات. الطريقة دي تفكه، تركب مسدس هنا، أو تركب مسدس الهواء عشان تنفخ إذا بغيت تنفخ السيارة من جوا.
بالشكل هذا. طبعا أي نقص في الهواء راح يشتغل الموتور. لو ينقص مثلا 1/10 راح يشتغل الموتور، لازم يثبت على 120. جرب الحين طبعا تعبيته قوية شوية، يعني ما أسرع من الموتور العادي. الحين بعد ما عبينا الكفر لازم نفرغ الخزان، يعني احرص على الخزان دائما يكون فاضي إلا وقت الحاجة بس تعبيه، واللي خلصت تفرغه. عند التفريغ أنا سويت هذا محبس، وهذه وصلة عشان تركب هنا من حقين العدد، تاخذها تفرغ الخزان كامل علشان ما ينفخ خليات، ولا وقت الحاجة وقت الضرورة يعني تخليه مليان. بعد ما خلصنا من الهواء نطلع هذه الطريقة هذه وخلى بالشكل هذا. وبعد ما انتهينا من التركيب والشرح، أتمنى تعطوني لايك سبسكرايب، واعذروني على التقصير إذا كان في تقصير بالشرح أو شيء ما صورته أو خطوة ما صورتها، لكن هذا اللي قدرنا عليه، وأي شيء أي استفسار أنا حاضر.